ربنا تترى تزف الخير والبشرى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي بلغني وإياكم رمضان وجمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ومستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أحبابي، سلسلة رمضان هذا العام بإذن الله تحت عنوان رسائل ربانية. يجب علينا أن نعلم أحبابي أن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا هملا، ولكن الله سبحانه وتعالى من وقت لآخر يحب لنا الهداية، والله سبحانه وتعالى من وقت لآخر يرسل لنا رسائل ربانية. السعيد منا من يستطيع أن يتعلم وأن يفهم هذه الرسائل، فهناك أقوام الله سبحانه وتعالى يرسل إليهم هذه الرسائل فيستطيعون فهمها ويعملون بمقتضاها، فهؤلاء هم السعداء، هؤلاء هم السعداء الذين ينجيهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. وهناك أقوام الله سبحانه وتعالى يرسل لهم كل لحظة من لحظات حياتهم رسائل حتى يعودوا إليه مرة ثانية، ومن كان على طاعة يزداد قرب من الله سبحانه وتعالى أكثر وأكثر. فالسعيد يا شباب باختصار هو الذي يستطيع أن يعمل بهذه الرسائل، يفهمها أولا ثم بعد ذلك يعمل بها. والتعيس يا شباب، والتعيس يا شباب هو الذي يكون في عمى عن هذه الرسائل، وهؤلاء هم الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى ووصفهم بالعمى. قال الله سبحانه وتعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. هؤلاء الذين أرسل الله عز وجل لهم الرسائل في الدنيا، ولكنهم كانوا أصحاب عمى، لم يكن عماهم أبدا عمى عين، وإنما عماهم كان عمى بصيرة، لأن الإنسان إذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى بعمى العين فهذا عبد مأجور عند الله سبحانه وتعالى، ولو صبر لأعد الله سبحانه وتعالى له نزلا في الجنة. ولكن أخطر الأمراض يا شباب أن يكون هذا الإنسان صاحب عمى في بصيرته، صاحب عمى في بصيرته. قال الله سبحانه وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يفقهون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والله سبحانه وتعالى ذكر يا شباب خطورة أن تكون أنت أعمى عن رسائل الله سبحانه وتعالى، إنك تكون أعمى عن رسائل الله. وضح الله تبارك وتعالى أن هذا الإنسان له أشد العذاب في الدنيا وأشد العذاب في الآخرة. قال ربنا تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. انظروا إلى العمى، لأنه كان صاحب عمى في الدنيا، والجزاء من جنس العمل. كان أعمى في الدنيا عن الآيات التي يرسلها الله سبحانه وتعالى له، كان أعمى في الدنيا عن الرسائل التي يرسلها الله تبارك وتعالى له في كل لحظة من اللحظات. قال الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ والإجابة: قال: كذلك أتتك آياتنا. جاءتك الآيات في الدنيا، جاءتك الرسائل في الدنيا، جاءك النذير في الدنيا. قال الله عز وجل: قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال ربنا تبارك وتعالى، انتبهوا يا شباب: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. هؤلاء الذين هم في عمى عن الرسائل التي يرسلها الله تبارك وتعالى لهم، هؤلاء هم أهل النار، هؤلاء هم وقود النار يوم القيامة. فلنحذر يا شباب، يا شباب يجب علينا من البداية الآن في الدنيا أن نستطيع بسرعة أن نفهم هذه الرسائل. يا شباب لعلنا نندم في الدنيا على كثير من الرسائل التي لم نفهمها في الدنيا، ولكن نعوض ذلك الآن، لأن بدل ما يأتي علينا وقت يوم القيامة نندم على عدم فهمنا لهذه الرسائل. قال الله سبحانه وتعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. يا شباب استحق هؤلاء السعير والعذاب في الآخرة بأي شيء؟ بسبب أنهم كانوا في عمى عن الآيات التي يرسلها الله تبارك وتعالى لهم. من أجل ذلك يا شباب
فتح الله سبحانه وتعالى قلوب أقوام بسبب أنهم استطاعوا أن يفهموا الرسائل التي أرسلها الله تبارك وتعالى لهم. فهذا الفضيل بن عياض كان لصا قاطعا للطريق، ولكن أرسل الله عز وجل له رسالة فاستطاع أن يفهمها بصورة قوية. هذه الرسالة كانت عبارة عن آية تردت على سمعه أكثر من مرة، ترددت على سمعه وهو يجهز نفسه لسطو قافلة من القوافل، أو كما قال بعض أهل السير كالذهبي وغيره، بينما كان يتنقل من بيت إلى بيت ليلقى عشيقته، سمع رجلا يقرأ قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. استيقن الفضيل أن هذه رسالة أرسلها الله تبارك وتعالى له، فتعامل مع الرسالة بسرعة فقال: بلى أنا يا رب، بلى أنا يا رب. ويصبح الفضيل قمة من قمم الإسلام، قمة من قمم المسلمين، حتى قال عنه بعض أهل العلم إن الله عز وجل يجعل في كل زمان حجة عليهم، وإن حجة هذا الزمان الفضيل بن عياض. فضيل بن عياض الذي أصبح بعد ذلك عابدا للحرمين. بأي شيء؟ بكونه استطاع أن يترجم هذه الرسالة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى له، التي كانت عبارة عن آية. فممكن الرسالة تكون عبارة عن آية يرسلها الله لك، وممكن أن تكون هذه الرسالة كلمة أو نصيحة من أخ مخلص أو من داعية غيور على الدين يرسل لك هذه الرسالة فتقترب أكثر وأكثر من الله سبحانه وتعالى. بشر بن الحارث بدأ حياته حياة له ولعب وبعد عن الله سبحانه وتعالى، وبينما هو في بيته يلعب ويلهو ويغني الجواري من حوله، إذا به رجل يدق الباب فيقول: صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ فقالت الجارية: لا بل حر. قال: صدقتي، لو كان عبدا لاستعمل أدب العبودية مع ربه. سمع بشر هذه الكلمات وأيقن بشر أن هذه رسالة من الله عز وجل موجهة إليه، فخرج بشر مسرعا وراء الرجل فقال له: ما قلت؟ قال: سألت صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ فقالت: حر. فقلت: صدقتي، لو كان عبدا لاستعمل أدب العبودية مع ربه. فعاد بشر وتغير حاله حتى كان إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما كان يسأل عن الورع قال: سبحان الله، أسأل عن الورع وفيكم بشر؟ انظروا عباد الله هذه الرسالة التي استطاع بشر أن يفهمها جيدا، كيف غيرت في حياته من حياة اللهو واللعب والبعد عن الله إلى حياة القرب، إلى حياة القرب من الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا أحبابي مالك بن دينار، هذا الرجل أرسل الله عز وجل له رسالة، استطاع مالك بن دينار أن يفهمها بسرعة فاقترب أكثر وأكثر من الله سبحانه وتعالى. مالك بن دينار ما كان يفيق أبدا من سكره كما ذكر ذلك أهل العلم في ترجمته، ومع ذلك أرسل الله عز وجل له رسالة، واستطاع مالك بن دينار أن يفهم الرسالة مباشرة أنها رسالة من الله سبحانه وتعالى، إنها رؤيا رآها أن ثعبانا عظيما يجري خلفه يريد أن يلتهمه، وهو يفر أمامه حتى وصل إلى قمة جبل وتحته النار. فلما أفاق سأل عن تأويل هذه الرؤيا، فأخبروه أن الثعبان هو عمله السيء الذي كان يعمله في الدنيا، وهذه النار سيقع فيها إذا ظل على هذا العمل. فتاب مالك بن دينار وعاد وأصبح عابدا من العباد. إذن يا شباب ملخص هذه السلسلة إن شاء الله تبارك وتعالى، كيف يستطيع لي أو أتمكن أنا أن أفهم كل رسالة يرسلها الله تبارك وتعالى لي، كيف أستطيع أن أترجم هذه الرسالة حتى أستفيد أنا بها في الدنيا وأستفيد بها في الآخرة، كيف أجعل نفسي وأجعل قلبي بصيرا بآيات الله تبارك وتعالى. ولا ينبغي علينا أبدا عباد الله من البداية أن نكون أصحاب عمى مع الرسائل التي يرسلها الله تبارك وتعالى لنا في الدنيا، حتى لا نلقى في جهنم بعد ذلك يوم القيامة. لأنه في هذا الوقت يا شباب لن ينفعنا أبدا بحال من الأحوال أن نقدم اعتذار أو أن نقدم اعتراف بالذنب، فالاعتراف بالذنب لا ينفع في هذا الوقت، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وهم يقولون ويعترفون وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن يا شباب رسائل الله تبارك وتعالى لنا تأتينا في كل وقت وتأتينا في كل زمان، والبصير من يعلم أن هذه رسالة موجهة له من الله سبحانه وتعالى. فقد يكون مرضك رسالة من الله سبحانه وتعالى لك، ينظر الله تبارك وتعالى بها هل تصبر على هذا البلاء أم تجزع وتكون غاضبا على هذا القدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى لك. قد يكون موت حبيب أو موت إنسان غال لك رسالة من الله سبحانه وتعالى لك. وكما قلت السعيد من أيقن
أن هذه رسالة موجهة من الله سبحانه وتعالى له. يا شباب، كل يوم وكل لحظة الله عز وجل يرسل لنا رسائل، والناس أمام الرسائل صنفان: صنف يعي أن هذه رسالة من الله سبحانه وتعالى له، فهذا يسعد سعادة الدنيا والآخرة إذا استطاع فهم هذه الرسالة والعمل بمقتضاها، وصنف آخر يكون أعمى البصيرة عن هذه الرسالة، فهذا الذي يكتب عليه المعيشة الضنك في حياته وفي آخرته بل وفي قبره، كما قال الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن القيم: لله ضره ولا يحسبن أحد أن المعيشة الضنك إنما تكون في القبر، وإن كان قد ورد الحديث بذلك، ولكن المعيشة الضنك تكون في الدنيا وتكون في القبر وتكون أيضا يوم القيامة. فتعالوا بنا عباد الله لنتعرف على الكثير والكثير من الرسائل الربانية التي يرسلها الله تبارك وتعالى لنا من خلال هذا القرآن العظيم، لنكون في الدنيا من أهل القرب من الله سبحانه وتعالى، فأهل القرب في الدنيا هم أهل القرب في الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رسائل ربنا تترى تزف الخير والبشرى، رسائل ربنا تترى تزف الخير والبشرى، وتنذر من طغى دهرا حساب الوقعة الكبرى. رسائل ربنا تترى فذكر ربما تصحو وتنفع حينها الذكرى، وقل يا رب أخرجني من العسرى إلى اليسرى. رسائل ربنا تترى